تخيل لما تكون شغلانتك ان هما بيجيبوك في عالم الفن، اذا كان في مسلسل او في فيلم، عشان يتريقوا عليك، يجيبوك لاجل شكل جسمك او حتى لاجل شكلك عامة، وتلاقي نفسك بتعمل شخصية ملهاش اي ابعاد غير انهم عايزين مواصفاتك انت عشان بطل العمل يقعد يتريق عليك شوية اذا كان على المسرح او قدام الكاميرا. ودي قائمة شوية فنانين كل شغلانتهم انهم كانوا بيجوا الاعمال عشان البطل الرئيسي للعمل يتريق عليهم. هحكي لك. مش هتطلب لي حاجة؟ لا. اطلب لي حاجة بقى. واحد بيرة للمرحومة. اول فنانة معانا وهي الفنانة وفاء السيد، اللي اول ما تشوفوا صورتها هتفتكروها على طول. وكانت في التسعينات فنانة زي اي حد، بيجي لها شخصيات في مسلسلات او في افلام ليها ابعاد لازم تقرا وتعرف ايه هي ابعاد الشخصية. يعني عندك مثلا في التسعينات تشارك في مسلسل الحساب او مسلسل رياح الشرق او مسلسل حارة الطبلاوي، كل مسلسل فيهم عملت شخصية ليها ابعاد لازم تقعد تقرا وتذاكر عشان تعرف تأدي الشخصية دي. وتبدأ الالفينات وتبدأ كوميديا التنمر، ويبدأ يتم استخدام الفنانة وفاء السيد بعد ما كانت فنانة بتذاكر كل شخصية عشان تمثلها، تتحول لعنصر لظهور كوميديا التنمر على الشاشة. عندك مثلا فيلم الباشا تلميذ او فيلم ميدو مشاكل، لحد ما خدنا الموضوع لاقصى حدوده وعملنا لها شكل بالمكياج كمان في فيلم حسن ومرقص. وتحولت الفنانة وفاء السيد من حلم انها تكون فنانة معروفة او فنانة قادرة تتمكن من ادواتها لفنانة كل اللي بتعمله انها بتطلع عشان يتريقوا عليها. سمعت سيرة تامر حسني الجديد؟ اسمع سيرة تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ بعد كده معانا الفنانة نور السباعي، اللي انا من وجهة نظري انها ضحية كوميديا الفنان الكبير سمير غانم، اللي اشتركت معاه في مسرحية دوري مي فاصوليا. سمير غانم كان في كل مسرحية من مسرحياته لازم يكون في فقرة للتنمر، بالتحديد كمان لازم تكون على الستات اذا كان شكل او وصف. وكانت نور السباعي هي الاختيار في المسرحية دي انها تقوم بالدور ده، دور الست المليانة شوية اللي هنتنمر عليها. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. هو مطبات كده. وبعد مشاركتها مع الفنان الكبير سمير غانم بتكمل مشوارها في عالم الفن بنفس الطريقة بالظبط. عندك مثلا فيلم بحبك وانا كمان، او فيلم ابو العربي وصل، او حتى الفيلم الباشا تلميذ، كلهم بتطلع بنفس الفكرة انها تمثل بنفس الطريقة، وهي فكرة التنمر على شكلها. حتى كمان يمكن اكبر دور عملته كان معتمد بشكل كلي على شكل جسمها، وهو مسلسل مسيو رمضان مبروك ابو العالمين. تلاقيني نايم جنب وحيد القرن. عارف الحيوان وحيد القرن ده هو؟ ايوه انت شبه بالظبط. ادي اسمتي. ولو رجعنا لسمير غانم هتلاقيها برضو اشتركت معاه في مسرحية مراتي زعيمة عصابة بنفس الشخصية بنفس الفصل على المسرح. سمير غانم كان عنده الفقرة دي على المسرح زيه زي محمد نجم الله يرحمهم هما الاتنين طبعا. وكانت نور السباعي هي الضحية لهذا النوع من الكوميديا اللي فضل يستخدموها لفترة طويلة عشان كوميديا التنمر، وبعد ما خست تقريبا اختفت، لأن عنصر اللي هي كانت بتمتلكه في إظهار هذا النوع من الكوميديا اختفى بمجرد ما هي خست. انت نظام وانا نظام يا بامية، انا وان سيستم، انت مالتي سيستم. برضو من الفنانات اللي تدخل القايمة دي وبجدارة هي الفنانة مها أحمد. مها أحمد في التسعينات شاركت أهم الفنانين في عالم الدراما التلفزيونية. عندك مثلا مسلسل زي الوتد أو ترويض الشرسة، أو مسلسل أشواك الحب، أو مسلسل أوبرا عايدة اللي كان سنة 2000. وبعد سنة 2000 وبداية كوميديا التنمر وظهورها تبدأ تشارك في أعمال المفروض إنها كوميدي ولكن بيستخدموها كأداة لظهور هذا النوع من الكوميديا. عندك مثلا فيلم الباشا تلميذ، أو فيلم كلم ماما، او فيلم لخمة راس. حتى لما سابت النوع ده من الاعمال راحت عملت افلام مقاولات زي مثلا فيلم عبده مواسم او فيلم شارع الهرم. والله انا بتوقف على المبلغ وساعات بحس ان الكبيره قوي عليا. حجما ولا موضوع؟ ولو رجعتوا للتسعينات واتفرجتوا على موهبة مها أحمد في أعمال مهمة زي مثلا مسلسل الوتد، هتكتشفوا إن السبب الرئيسي في بعدها عن الفن واتجاهها لأي سكة تانية هي فكرة إن صناع الأعمال بقوا يستخدموها كأداة لظهور نوع من الكوميديا، مش إنها فنانة بجد بتمتلك موهبة. معلش ان شاء الله هنعمل لها العمرة وهتبقى زي الفل. خد السندوتشات دي معاك عشان لو رحنا بقى للفنانين الرجال المرة دي هنلاقي ان في مثل كبير جدا وهو الفنان طاهر ابو ليلى. طاهر ابو ليلى اول اشتراكه في عالم الفن كان مع علاء ولي الدين الله يرحمه في مسرحية حكم عيون. بعد كده بيشارك علاء ولي الدين في فيلم ابن عز. بيختفي بعد كده طاهر ابو ليلى لفترة طويلة جدا ويرجع سنة 2015 في مسلسل لهفة وفيلم كابتن مصر مع محمد امام. اسمك ايه؟
شقوقه عبد الشقور. ايه؟ شقوقه عبد الشقور. سودوكو على الباسبور تقريبا. الكاركتر اللي بيشارك بيه طاهر ابو ليلى في كل الاعمال اللي شارك فيها مش كاركتر تمثيلي على قد ما هو عنصر بيتم استخدامه ان هم يتريقوا على طريقه كلامه. طاهر ابو ليلى بيتكلم كده في الحقيقه ما بيمثلش، فبالتالي تلاقي ان طريقه استخدام هذه الطريقه انتشرت مؤخرا جدا. عندك مثلا مع عادل امام في مسلسل مأمون وشركاء، ومع ياسمين عبد العزيز في مسلسل هربانه منها، مع حماده هلال في مسلسل شنطة حمزة. ولو دورت هتلاقي أعمال كتيرة جدا وصناع أعمال كتيرة استخدموا طاهر أبو ليلى بأسلوب كلامه عشان يطلعوا ضحك من الجمهور بالتريقة عليه في الأعمال. وآخر أعمال عملها طبعا وهي الاتجاه لسينما المقاولات، إذا كان بفيلم دولارات أو فيلم بنسيون دلال. يعني نعمل لها 15 عن فوتبول. ده يا راجل. والمقالي هاي قومي. هاي ايه؟ هاي قومي. اخلص يا انت. في ممثلة بقى طلعت بنفسها واتكلمت في المشكلة دي، وهي الفنانة إنجي وجدان. الفنانة دي بدأت مشوارها في مسلسل تامر وشوقية بأجزائه كلها، بعد كده راحت مع أحمد مكي وعملت فيلم اتش دبور، واشتركت مع أحمد مكي بمشهد واحد في فيلم تيرنتا استنادا على شخصية اتش دبور برضو. البيت هيبقى عروستي وبالفرح جاي يتصرمح، انا كنت متأكدة ان انا هلاقيك هنا. اوه شيت، انا سقطتك. وبعد مشاركتها في فيلم مقاولات اسمه ولاد البلد اكتشفت ان هم مش بينادولها غير بس عشان حجم جسمها، فدايما هتلاقيها بقت مقلة في الاعمال اللي بتعملها لانها بقت بتختارها كويس قوي يا اما مش هتشتغل خالص. وده خلاها تشارك في اعمال مهمة جدا، عندك مثلا مسلسل نيران صديقة او مسلسل ذات. ودلوقتي حتى لو هتطلع بمشهد ضيف شرف بس المشهد ده هيكون مرضي بالنسبة لها، وطبعا ما فيهوش فكرة الجسم وفكرة التريقة عليها ككل، هتعمله زي مثلا فيلم بولوموندو او مسلسل اشغال شقه بتاع هشام ماجد. ماشي اوكي. مع اضافة مناديل. هي دي كمان بفلوس؟ يا لهوي، طب ما انا لو جبته من بره هيبقى أرض. لو رحنا للفنان حماده سميده برضه هنكتشف ان فكره استخدام الشكل الخارجي للشخص عامه الممثل ده ليه عامل كبير قوي في شغل حماده سميده نفسه. ولكن في فرق ما بين انك ممكن فعلا توظف شكل حد في شخصيه معينه، ولكن انك تستغل الشكل ده لظهور كوميديا التنمر، هو ده اللي كان بيقع فيه حماده سميده مع الوقت. عندك مثلا في بداياته مع فيلم بوبوس مع عادل امام، بعد كده بيروح لاحمد مكي ويشارك معاه في مسلسل الكبير قوي، ده غير مسلسل رمضان مبروك ابو العالمين وفيلم تتح. هي ماتت في الاستبالية. يا ريت. ايوه يعني كانت بتشتكي من كانت بتشتكي مني انا. هي ماتت. أعمال كتير استغلت حمادة سميدة كشكل في ظهور كوميديا التنمر عامة، إنما في أعمال تانية ممكن تكون وظفته صح، زي مثلا فيلم الفيل الأزرق لما طلع مريض في 8 غرب. والنهاردة وبعد السيطرة الكاملة لظهور الدراما الشعبية للمسلسلات اللي بتنزل كل سنة، فهتلاقي إن حمادة سميدة بقى بيشارك تقريبا في معظم الأعمال دي، وآخرهم كان مسلسل حق عرب بشخصية شعوذة. دول كانوا شوية فنانين تم استخدامهم تحت اسم كوميديا التنمر اللي ضحكنا عليها سنين طويلة، بدأت في التسعينات يمكن على ايد محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهم من فنانين في اعمال مهمة جدا، منها يوميات ونيس وطبعا مسرح محمد نجم، لحد ما استمرت كوميديا التنمر ان بقى ليها فنانين بيجوا يشتغلوا عشان يتم التريقة عليهم في الاعمال. المهم انتوا قولوا رأيكم في الفنانين اللي اتكلمنا عليهم دول، وهل يا ترى فعلا تم استغلالهم زي ما انا قلت كده، وهل في فنانين تانيين اتحطوا في نفس المواقف دي ومكملين او اعتزلوا؟ مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. حد ياخدني عشان يتريقوا على تخني او بيتريقوا على الاسر، بيتريقوا على الطول، بيتريقوا على الودان